بتعملوا ايه هنا؟ ازيك يا نور؟ ازيك يا هندسه؟ عامل ايه؟ سايب مكتبك ليه بس عرفني؟ معرفش، رحمه كلمتني قالت لي عايزين نعمل كونتنت او في ميتنج. اوكي. ريت بسرعه. انت مستخبيه ورا البنوك. طب بما اننا قعدنا كده، ايه رايك ندردش شويه انا وانت؟ يلا بينا. شويه اسئله جايه فيها لا، طالما أسئلة فأول. براحتك، نقعد كده وبتاع. ايوه انت عارف انا بتفائل بالكوره دي. يلا بجد بتفائل بالكوره دي جدا. حبيبي. فخلينا كده نبدا. مش هنقول حلقه بودكاست، هي مش بودكاست، اوكي. بس خلينا كده ندردش دردشه مهنيه. ايه المين توبيك؟ عن بيزنس ديفلوبمنت واخلاقيات العمل. يلا بينا. دي اهم حاجه. انت جاهز؟ جاهز؟ انا جاهز طبعا. انا جاهز. طبعا شفتك انا جاهز. يلا بينا. يلا بينا. خليني كده اسالك سؤال مهم. تمام، بما ان حضرتك فاوندر وسي او لسيدرا ميديا، اوكي. بتشوف ايه اهم اخلاقيات العمل اللي ممكن يكون فاوندرز او ناس اداريين مش بينفذوها، وفي برضو اخلاقيات الموظفين بتغفل عنها؟ بص، هو السؤال انا اسف هو غلط. ليه؟ هو في موظفين عندهم اخلاقيات ومبادئ واضحه وبيشتغلوا بيها وعايشين بيها. في موظفين ما عندهمش المبادئ او الاخلاق. فانا على مدار شغلي بشوف يا ابيض يا اسود. اللون الجراي ده نادرا لما تشوفه الحته دي. يعني احنا لما بنيجي نهاير حد في سيدرا ميديا، اول حاجه بنبص عليها الاحترام والثقافه والاخلاق. تاني حاجه بنبص عليها المهارات بقى، وهل هو شاطر، هل هو جامد في الحته بتاعته ولا لا. عشان انت لو مش شاطر احنا هنخليك شاطر. انت لو السكيلز بتاعتك ضعيفه هنخليك شاطر جدا وعندك سكيلز ومهارات تعرف تشتغل بيها. بس انت لو جاي، انا اسف يعني في اللفظ، ما عندكش تربيه كويسه، انا مش هعرف اربيك ولا هعرف اعلمك ولا هعرف اديك الحته دي يعني. فده بالنسبه للموظفين. كرم ربنا علينا في سيدرا ميديا تقريبا الحمد لله. يمكن دي الحاجه اللي احنا مميزين بيها في الاسره، ان احنا هنا كلنا شبه بعض وكلنا بنتعامل ان ده بيتنا. صحيح. وكلنا ناس بفضل الله محترم. يمكن عشان ده الهايرنج في سيدرا صعب شويه وبياخد شويه وقت. يمكن الشباب لما بتيجي تضغط ترفع ايديها نعمل هايرنج بتاخد شويه وقت عشان احنا بندور على حد شبهنا. طيب خليني اعرف منك دلوقتي بالنسبه للفاوندرز او الاداريين، من اول الفاوندر شيرمانز سي اوز لحد بقى حد بيدير اي حد تيم. مسؤول يعني. بالظبط. ايه الاخلاقيات اللي لازم تبقى موجوده واللي دلوقتي ممكن تبقى بتشوف ناس بتغفل عنها؟ هو معنى ايه اللي انت بتشتغل باحسان؟ ايه معناها؟ يعني بنسمع الناس تقول لك ده الراجل ده بيشتغل باحسان. احسان دي اللي انا لو راجل مدير مثلا ومسؤول عن فريق عمل تحتي، انا لازم اكون قائد ليهم قبل ما اكون مدير. لازم صحيح. اكون قاعد معهم على نفس الترابيزه وايدي معهم في المشروع وبتحمل الاخطاء قبل ما هم يتحملوها. صحيح. واشيلها على صدري قبل ما هم يشيلوها على صدرهم. والنجاح ينسب لهم قبل ما ينسب لي. فالحاجات البيزكس دي هي احنا بنشوفها ناس كتير قوي مش موجوده عندها. بس للاسف من غيرها بتلاقي بيئه العمل صعبه جدا اللي انت تشتغل فيها. خاصه ان في ناس واخده الطف مانجمنت ده اسلوب حياه، واللي انا اخش مكشر وشي وازعق واخصم واعمل والكلام ده which is مش ده الصح. انا من وجهه نظري في ناس ممكن تقول لك التاف مانجمنت دي مدرسه ناجحه معايا والامور طيبه، بس هل الناس بتحبك؟ هل الناس بتجيب احسن ما عندها؟ هل الناس حاسه ان المكان مكانها؟ ولا مع اول اوفر مثلا من شركه تانية في جنيه زياده هيسيبك ويمشي؟ ما انت لازم تفكر في ده. صحيح. ف تقريبا دي اجابه السؤال يعني لو عرفت اجاوب عليه. ده اكتر من اللي احنا محتاجين نسمعه. خلينا بقى اسالك سؤال. بما انك راجل ما شاء الله شاطر في المبيعات معانا في سيدرا ميديا وشايل الاداره على كتفك وعامل معانا شغل محترم، الحمد لله، بتتعامل ازاي مع العملاء اللي بيقولوا لك بعد بقى الماركتنج بروبوزال والاجتماعات والكلام ده، نور يلا نشتغل بس انا مش هحول لك فلوس دلوقتي؟ بتتعامل معهم ازاي؟ طيب خلينا دلوقتي نقول الموضوع من حته تكنيكال، المفروض ايه اللي يبقى بيحصل واللي بيحصل على ارض الواقع. اوكي، خلينا متفقين ان في حته البيزنس ديفلوبمنت او حته السيلز، فكره الكاش كولكشن، ان انت تكولكت الكاش صعب. اوكي، العميل ده متاخر في الدفع، العميل ده عايز يدفع لما يشوف شغل.
العميل ده عايز يقسط بالظبط. ففكره الكاش كوليكشن دي بتبقى مرحله بعد المبيعات، هي اصلا ليها بروسيس ولازم يبقى ليها استراتيجي، وعارفين ازاي هنحصل، وعارفين ايه الترمز اللي نبتدي نحصل بيها صح. مع العملاء. اكشن الموضوع من وجهه نظري معتمد دايما على خبره البني ادم. لو ما بتعرفش تقرا البني ادم اللي قدامك ده هيعمل لك مشاكل كتير جدا. اوكي، واكشلي ده حصل علم حصل فراسه ده. علم فراسه جدا. فلو انت ما بتعرفش تقرا الشخص اللي قدامك، اكشلي انت اللي علمتني الموضوع ده، يعني انت اللي جيت قلت لي احنا لا فعلا. انا كان بيجي ديلز مثلا مشروع براندنج كبير، ناس محتاجه نعم. شغل هياخد مثلا مننا نعم. شهر او اكتر، نعم. والناس بتقول انا محتاجه اشوف الشغل وبعد كده لو عجبني ادفع. انا بالنسبه لي ببقى اللي هو حاطط ايدي على قلبي. بس لا، لما دخلت معاك ميتينجز كذا مره لقيت ان الموضوع، انت حتى قلت لي لازم تعرف تقرا الشخص اللي قدامك. لو انت متشكك فيه هو ما تكملش، ولكن لو انت فعلا مع الخبره ومع الاكسبيرينس شايف ان الشخص قدامك ده صادق، وحاجه هي حاجه مش سهله، حاجه مش سهله خالص، ستيل يعني انا بقع فيها لحد دلوقتي. اوكي، مش ما تشتغل، ما تبداش لو انت ما عندك تشكك في حته انه الراجل ده صادق في اللي بيقوله. طب خليني اقول لك، هو ليه العميل اصلا بيقول لك انا عايز اشوف نتيجه وعايز اشوف انتوا هتعملوا اللي انا عايزه ولا لا، في حين اصلا ان هو ما خدش القرار ان هو يشتغل مع سيدرا ميديا غير لما دخل شاف الويب سايت وشاف البورتفوليو وشاف السوشيال ميديا وشاف اراء العملاء، which انت حد جاي واخد قرار الشراء. فليه حته الشك؟ يعني ليه عايزني اشتغل واعمل مجهود which اللي انا ما ببيعش سلع؟ يعني انا لو ببيع مثلا المنتج ده انت ما خدتوش، خلاص انا هاخده احطه على رف تاني، ما خسرتش فيه، هبيعه. صح. انما المقدمين الخدمه اوبريشنز احنا بلان واوبريشن ومجهود وكهرباء واجهزه وناس قاعده بتفكر وشغل، وفي الاخر هتقول لي انا مش هحولها وتشيز، احنا خسرنا هنا. بالظبط. صح. ليه مثلا انت طالما يعني انا مثلا بقيس على نفسي، انا راجل رايح اكشف، خلاص شفت مثلا على اي ابلكيشن من ابلكيشنز الدكاتره وشفت ريتنج محترم، فهل انا مثلا اروح للدكتور واخش اكشف اقول له معلش الكشف بتاعك لو عجبني هدفع، لو ما عجبنيش لو خفيت لا لو الكشف بقى نفسه انا اتبسطت هدفع. في حاجه زي كده بتحصل؟ نو ايه، ما بتحصلش. صح. فانا عندي وجهه نظر، متهيألي احنا عشان مجال الماركتنج في مصر سمعته مش الطف حاجه، اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. لا، والناس اتلسعت من الشوربه واتلسعت من الزبادي يعني في ناس اتلسعت من كل حاجه. فللاسف حتى لما بييجوا لحد شاطر وواثقين هو شاطر برضه بيبقى عندهم حته ايه، صح، طب خلينا نشوف، طب انا مش واثق. عشان كده يمكن بفضل ربنا علينا ان احنا من دي 1 في سيدرا ميديا مهتمين بسمعتنا، مهتمين ان احنا سمعتنا تبقى زي الجنيه الذهب ونبقى بنلمع وسط الشركات. النهارده انت لما تخش على السوشيال ميديا هات لي شركه عندها ريفيوز اللي عندنا، هات لي شركه العملاء بتوعها بيحبوا سيدرا وحاسين ان هي بيتهم، مش حد بيقدم لهم خدمه. يمكن النهارده احنا كنا لسه قاعدين مع عميل جديد من شويه، هو راجل هم نازلين حاسين ان هم نازلين من بيتهم. لا اكشلي الكلاينت قال انا حبيتكم قوي، انا بحبكم قوي يعني انا بحبكم مش حبيتكم يعني. حبيتينا امتى؟ احنا لسه متقابلين. which ده فضل من ربنا اولا. صحيح. والله ده كرم من ربنا، عشان الناس اللي قائمه على هذا المكان كلها بتراعي ربنا، فربنا بفضل ربنا علينا بيحبب فينا خلقه. فيمكن ده سر من اسرار النجاح، ان انت لما ربنا يحبب فيك خلقه انت هتنجح. which اي حد هتقابله، اي علاقه هتخشها نسبه نجاحها هتكون كبيره. بالزبط. طب هو اصلا ايه اللي يخلي ربنا يحبب فيك خلقه؟ انك تبقى راجل محترم بقى. نقطه الاحسان اللي كنت بتتكلم عليها في الاول، نقطه الاحسان والاحترام والاخلاقيات، وانك تراعي ربنا مع الناس اللي معاك، وانك تراعي ربنا في العميل. يعني برضو انا بشوف ناس او شركات بتفرم العملاء، سواء بقى فلوس، انت عارف المطبخ. فاحنا بفضل الله لا بنتقي ربنا. انت النهارده داخل بحجم شغل انا هديك ازيد منه، متوقع اكس انا هديك دبل اكس. صح. فدي مدرسه. خليني اسالك على حاجه دلوقتي. مثلا لما بنبقى رايحين نقعد مع كلاينت، تمام، ويجي هو عنده اكسبكتيشنز كتيره واسبكتس معينه، هو عايز سيرفيسز معينه بحذافيرها بكواليتي معينه، ونبتدي نعرض عليه الكوتيشن يتفاجئ ايه ده. اوكي، حاسس الموضوع في مصر مالوش ريفرنس. بيتفاجئ بالسعر يعني. بالسعر طبعا. مالوش ريفرنس، تمام. فازاي الكلاينت يقدر فعلا يقيم الفلوس اللي هو بيدفعها دي في مكانها الصح ولا لا؟ هل هي بيزد اون مثلا عدد
سيرفيسز هو بياخدها، ولا بيزد اون اكسبيرينس، ولا بيزد اون السبورتنج اللي التيم بيديهوله او الشركه اللي هو بيعملها اوت سورسنج بتقدمه له؟ خليني اقول لك ببساطه، هو كل اللي انت قلته. يعني رقم واحد، انت بتيجي تديني فلوس اقدم لك خدمه. زي مثلا انت النهارده رحت للشركه موجوده في الماركت بقالها سنه، غير شركه موجوده في الماركت بقالها 6 سنين، صح. غير بقالها 10 سنين. صح. طب هل ده برضو المقياس الفاينل؟ لا، انت النهارده بتشوف الكواليتي، انت عندك مؤشرات. المؤشرات دي اللي انت بتخش تشوف في باد ريفيوز عن الشركه دي، عندهم اراء عملاء، عندهم سابقه اعمال محترمه في الخدمه اللي انت عايزها، وروك قصص نجاح. يعني احنا بنعمل في سيدرا ميديا، انا بقنع بقى الناس ازاي لما بتيجي تدفع ومحدش يراجع. انت يا باشا جاي عايز خدمه براندنج في اندستري معينه، انا هقعد هوريك قصه نجاح في الحته اللي انت طالبها، وخد رقم الكلاينت هو اللي اشتغل معايا، قول له صدر عملت ايه معاك. مش احنا بنعمل ده؟ صحيح. يعني احنا لما خد يا باشا اسال علينا الناس اللي جت ودفعت قبلك ومشيت ومبسوطه. فبالتالي انت النهارده الموضوع ملوش يعني كاسعار ملهاش ريفرنس ثابت. انت النهارده بتديني فلوس بيزد اون خبرتي، وبيزد اون اللي انا هدولك او القيمه او الفاليو اللي انا هديها لك. انت بقى اكيد الفاليو دي بتعود على شركتك بعائد محترم، فانت اللي بتقيم العلاقه دي او الرقم ده. انا كده خدت الاجابه. يعني هو الموضوع انت لما بتيجي تدفع فلوس، انا النهارده لما بروح لدكتور مثلا في فاليو بروبوزيشن، لا يعني مثلا عندي دكتور جنب العماره وعندي دكتور في محافظه تانية، انا ممكن اروح اللي في محافظه مع ان لا، بس انا رايح للي عنده خبره اكتر، رايح للي عالج عدد حالات اكتر، حتى لو هو سعره غالي. انا هنا ما هو بص، خلينا متفقين، الشركه اللي داخله بتبص على سعر، فهي فايتها جزء محترم. انت النهارده بتنفست في حاجه زي مثلا انت تقدر تنزل تشتري بنطلون ب 200 جنيه وتقدر تشتري بنطلون ب 1000 جنيه، بس صح. انت عارف ان ده هيعيش معاك سنتين، وعارف ان ده هيعيش معاك غسلتين بالظبط. فانت اللي بتقرر. ما انت اللي بتقرر. يعني احنا بيجي لنا شركات تسمع سعر اللوجو براند ايدنتيتي عندنا، يقول لك ايه ده انتوا اغلى جدا من مش. طب وريني، طب اللي انا اغلى منه ده هيقدم لك ايه، وقارن اللي انا هقدمه لك، وتعالى شوف انت بقى ابل تو ابل. فهي الحته دي. فاحنا بفضل الله ما عندناش مشكله فيها. يمكن كان عندنا مشكله فيها اول ما ابتدينا شركتنا. ليه؟ ما كانش عندنا بورتفوليو قوي بالزبط. ما كناش لسه عملنا قاعده عملاء محترمه، ما كناش لسه عملنا قصص النجاح اللي عملناها. لكن دلوقتي بفضل الله، انت لما حد بيجي لك عايز اعمل ويب سايت، تعمل ايه؟ تعالى يا باشا، ادي قصص النجاح اللي احنا عاملينها، ادي ال 100 ويب سايت اللي احنا عاملينه، ادي ارقام العملاء، خد كلمهم، ادي الريفيوهات، ادي بالظبط. which is انت خلاص انت مش بتقنعه بيك كمان، لا انت في ايفيدنس، انت شايف قدامك ريفرنس مرجعيه للخدمه اللي راح تاخدها. بالظبط. انت خلاص حته الشك بقى، وحته ان الماركت ده نصاب والناس دي نصابه، خلاص انت بتبعدها تماما عنك. السمعه دي احنا بفضل ربنا، انت اول ما بتتعرف علينا انت خلاص احنا بنغير لك اصلا مفهومك. يعني احنا بفضل الناس قال لنا كتير، انت يا باشا هتخليني كده غير مفهومي عن الماركتنج او الناس اللي شغاله ماركتنج في مصر. عايز اسالك سؤال، بما انك بتطلع تقابل شركات كتير محتمل اللي هم يشتغلوا معانا، في شركات تختفي، خلينا مقتنعين بده. يعني احنا مثلا من 10 عملاء بنروح نقعد معاهم، صح. بنقابلهم، في مثلا 3 بيختفوا، صح. في 2 بيقولوا لك اسعار مش عارف ايه، في 3 خلينا في اللي بيختفي ده، لان ده بالنسبه لي غامض شويه. يعني يمكن اللي بيفاصل والكلام ده بنعرف مشاكله فين وبنقفل معاه وبنعالج المشكله. بس الراجل جابك اجتماع وانت عامل له ماركتنج بروبوزال، ودي حصلت في اكتر من كيس لو تفتكر، صح. حتى في حاجات احنا صح. ده الناس مهتمه جدا، الناس مهتمه موت. ايه يا معلم، بيروحوا فين؟ بيقعوا مش فكره بيقع، بس الموضوع دايما احنا في الماركت هتلاقي فيه التغيرات دايما مستمر. يعني فكره ان هو ياخد ديسيجن ان انا عايز اوت سورس السيرفيس، ممكن بكره يجي يقارن انه لا انا هاير ان هاوس تيم كامل يعمل لي الموضوع كله. ممكن يبقى عنده مشكله في كاش فلو، هو دلوقتي مش هيعرف ان هو اوت سورس السيرفيس، او مش هيعرف ان هو يعمل اكسباندنج اللي هو كان عايز، او ممكن يكون اشتغل مع غيرك. خلي بالك ممكن يشتغل مع غيرك، بس احنا شطار في حته اننا بنجيب ريجكشنز ريزن. يعني انا عشان الديل لازم يتقفل سواء وين او لوز، فلازم نبقى عارفين هو ما جاش معانا ليه، عشان لو لوز نعرف لوز ليه، عشان بالزبط. نتجنب بالظبط. طب لو لوز عشان البادجت تعمل ايه؟ لو لوز عشان البادجت، احنا في كونسبت انا دايما مؤمن بيه. اوكي، في مينيمم انا مش هينفع انزل عنه.
حلو. اوكي. في الماركتنج بادجت، لان الموضوع كله بيبقى باكج على بعضها، انت ككلاينت يعني انت عايز تقول لي ان سيدرا ميديا مدياك صلاحيات اللي انت ادي الكلاينت اقصى استفاده من البادجت بتاعته ايا يكن هي ايه، أيوة. طالما هي ما نزلتش عن الافرج، عن اللي هيحقق الكي بي اي اللي هو عايزه. اوكي. ممكن نقعد ندسكاس، ممكن يبقى كلاينت مثلا عايز يبيع ب1,000,000 جنيه في الشهر، اوكي، وامكانياته ما تخليهوش يحقق اكتر من 200,000، فانا لازم انزله على ارض الواقع، اوكي. انه مفيش مشكله البادجت بتاعتك دي هنشتغل بيها، ولكن كي بي ايز هتختلف. اوكي. لازم نبقى انا والكلاينت على نفس اللاندسكيب يعني. حلو قوي. خليني اسالك سؤال تاني، يمكن ده انا عارف اجابته اوريدي، بس انا بساله عشان بيتسال لنا كتير جدا. جماعه انتوا ليه ما عندكوش اسعار ثابته؟ ابعت لي الباكج بتاعتكم، ابعتوا لي الباقات. فاحنا ليه ما عندناش باقات يا نور؟ خلينا هنا نرجع زي ما الكتاب بيقول، تمام. في الماركتنج في عندنا كده ايه ادفايس وكوت بتقول there is no one size fits all. مفيش مقاس واحد بينفع مع الناس كلها. صح. ممكن نبقى اشتغلنا مع اي كوميرس ستور في السعوديه بيبيع بيزك تي شيرت، اوكي، في سنه وحققنا معاه ريزلتس ببروسيس معينه، أوكي. لو جالي واحد بنفس الظروف ما نقدرش نضمن او نجارانتيه انه نفس اللي حصل معاه يحصل معاك. السوق دايما متغير، الابديتس دايما بتحصل بسرعه، فكل بيزنس ليه الكيس بتاعته. فانا دوري ككونسلتنت ان انا اجي اقول لك والله احسن حل ليك اهو، كاستمايزد ومتفصل على مقاسك. انت صح. مش بتشتري عدد بوستس، انت مش بتشتري سيشن تصوير، لا انت بتشتري اكسبيرينس بيزد اون يور اوبجكتيفز. عشان انا كونسلتنت بالظبط، عشان بلعب معاك دور الكونسلتنت، فانا بحطك على احسن سكوب ليك، اوكي. ده انسب حل ليك، الروشته، اوكي. دي الروشته المناسبه ليك. عشان كده مستحيل نشتغل ببندلز يعني. ولما بيجي لي كلاينت يسال على بندل بقول له لا، هي مش مدرستي ومش هتفيدك، مش بتاعتنا، والاهم ان هي هتضره. يس. يعني لو الكلاينت سمع للباقات والحاجات دي 100% هيتعب وهيزعل اللي هي اقصى حاجه ممكن تستفاد بيها من موضوع الباقه ده، ان انت ممكن تخلي شكل البروفايل بتاعك حلو فقط، ويبقى يا ما يبقاش، وممكن كمان يبقى شكله حلو بحاجات مسروقه او صح. بحاجات صح. متكبيره او من الويب سايتس بقى فري فيكتورز وتمبلتس جاهزه. والشباب عندنا بتشتغل بتمبلتس جاهزه؟ لا طبعا. لا انا عندي مشكله ان انا مثلا ساعات ببقى واكشلي دي بتحصل، ممكن نبقى اوقات عايزين نبعت ريفرنسز للكلاينتس، فالشباب بتبقى بيكي قوي في حته انه اديني بس الوقت، وانا عايز اكريت حاجه اقول له يا باشا هات لي ريفرنس بس، يقول لي سيبني بس اديني الوقت وانا هتيلر حاجه، بيكريت الريفرنس، بيتيلر حاجه فعلا عشان تكاتش العميل. بس في حته الار دايركشن يعني، احنا في حته احنا حلوين قوي في حته نعمل صوره شكلها حلو. بما انك قلت كلمه ار دايركشن، فانا حابب اوجه رساله شكر للهيد اوف ديزاين اللي عندنا استاذه الاء شريف بركات، والتيم اللي معاها الجميل المكون من استاذه ميار، استاذه ملك، استاذه نغم، استاذ احمد، وبعض الشباب اللي موجودين معانا برضو في قسم الفيديو اديتنج. فحقيقي هم عاملين ليه لان انا من اكتر حاجه بتتقال لي انتوا شكل السوشيال ميديا بتاعتكم حلو، انتوا شكل الشغل بتاعكم جميل، انتوا الديزاينز بتعملوها حلوه قوي قوي قوي. فده فضل ربنا، ثم الشباب دي، ثم ان احنا مؤمنين ان احنا لازم نinvest في الناس دي. يعني احنا بفضل الله انت عارف ان احنا لازم الناس اللي مش هتتطور دي عندنا مشكلة معاها كبيرة صحيح. جدا 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 جدا. فبما انك ذكرت الحتة دي كان لازم بس نقول الشكر لأستاذة آلاء اللي قاعدة ورا الكاميرا وبتعمل لي كده اهو اوبا. فشكرا يا أستاذة آلاء على مجهودك حقيقي في سيدرا ميديا يعني. صحيح. لا وهم فعلا شغلهم حقيقي. انا دايما مثلا حتى بحب اقول انه لا، شغل الصوره في سيدرا ميديا شورت ليست في مصر. حلو. يعني احنا الحمد لله شطار في فكره انه انا هعمل صوره وفيجوال شكله حلو جدا، مختلف عن اي حاجه موجوده في السوق. يس. خليني اسالك سؤال مهم جدا، اوكي. دلوقتي بما ان حضرتك السي او، فانت اللي بتحط الفيجن والميشن بتاعت الشركه، تمام. هل ان انا يبقى عندي اكتر من سيرفيس بشتغل عليهم ده استراتيجيه ناجحه، ولا افوكس على سيرفيس او 2 هم دول اللي ابقى بزق فيهم في الماركت؟ على حسب عضلاتي من الاخر. يعني انا لو قدرتي تسمح وعضلاتي تسمح وفريق العمل بتاعي يسمح وشركتي تسمح وامكانياتي تسمح ان انا اشتغل في اكتر من سيرفيس وانجح فيها، which is انا هنا شاطر.
لو انا عضلاتي ما تسمحش خلاص يبقى شطاره مني اللي انا اركز في حاجه واحده وابقى مميز فيها. which is انت لو قلت لي هي الصدر مميزه في ايه، انا هقعد افكر شويه اقول لك احنا مميزين في براندنج، اقول لك لا لا استنى ده احنا مميزين في السوشيال ميديا، لا لا استنى احنا مميزين في ويب سايتس، احنا معديين فوق ال 200 ويب سايت، لا لا استنى ده احنا عندنا استوديو وبقينا مميزين في الفيديو برودكشن، صحيح. لا استنى ده احنا بنعمل ايميل ماركتنج جامده. فبفضل الله سدرا ميديا من داي 1 هي فول سوليوشنز، اي تي ال وبي تي ال، احنا خبراء اي تي ال وبي تي ال. بيرفكت. طب ما تيجي نسمي كده السيرفيسز اللي احنا بنشتغل فيه. احنا رقم 1 بنشتغل في كل خدمات البراندنج والجرافيك ديزاين. رقم 2 بنشتغل في كل خدمات الديجيتال ماركتنج اللي تحتها بقى سوشيال ميديا مانجمنت، جوجل ماركتنج، يوتيوب ماركتنج والى اخره. بنشتغل في جزء الموشن جرافيكس، فيديوز بالفويس اوفر بتاعها. بنشتغل في جزء الويب سايتس والموبايل ابلكيشنز. يمكن بفضل الله احنا لسه مسلمين موبايل ابلكيشن من يومين اهو، هنعلن عنه قريب، وعاملين فيه شغل حلو قوي قوي قوي. مميزين ايضا في جزء السيرش انجن اوبتمايزيشن، بفضل الله الحمد لله معانا شباب شاطره جدا فيه. عندنا ايضا خدمات، انا قلت الميديا برودكشن، خدمات بقى الاستوديو، سواء بقى تعمل بودكاست برودكشن، هتعمل ريلز او بيرسونال براندنج ليك، او حتى لو عايز تصور المستشفى بتاعتك، العياده، المصنع، الشركه، تعمل بروموز محترمه. ودلوقتي انت عارف ان احنا في المطبخ بنعمل حاجه ميديا برودكشن بسكيل كبير جدا. بالظبط. هتفاجئ الناس ان شاء الله باذن الله اللي متابعانا، وهتاتراكت الناس اللي بتعمل الحجم ده من الميديا برودكشن ان هم ييجوا ينفذوه ان شاء الله مع سدرا ميديا. انا اتكلمت تقريبا في كل خدمات الديجيتال. احنا بقى بنقدم خدمات في ارم مهم الخاص بالاي اي والاوتوميشنز والسوفت وير. طبعا وده الحمد لله احنا بقالنا فتره بنجتهد فيه ان احنا نبني الديبارتمنت دي بشكل بالزبط. مثالي زي بالزبط. ما بيقولوا معانا فراوده فيها واستشاريين محترمين قوي، احنا بدانا معاهم خلاص الحمد لله. وحته بقى مهمه جدا، احنا شركه متكامله، احنا مش هنقدم لك البراندنج ونقول لك باي باي، احنا هنقدم لك البراندنج بالمطبوعات بتاعته بالبرودكشن بتاعه. انت لو عايز تطبع حاجه من الابره للصاروخ بفضل الله سدرا النهارده عندها القدره لده. ويمكن دي حاجه بنعملها من زمان، بنعمل بوستس وبنعمل ستاندات وبنعمل فلايرز وبروشورات ونوت بوكس وكوربريت جيف اويز وبسكيل كبير ومحترم. ويمكن ده مش ظاهر كمان عندنا على السوشيال ميديا، احنا شغالين مع كوربريتس كبيره بارقام كبيره بس ويتشز الحمد لله العلاقه دي بقى لها سنين صحيح موجوده. فاحنا يمكن ناس كتير قوي مش عارفه ان احنا مميزين في حته الطباعه، لا بس احنا بفضل الله عاملين شغل ارقام كبيره. يعني احنا في شهور ارقام البرودكشن تبقى اكتر بكتير جدا صحيح. من ارقام الديجيتال او خدمات الديجيتال يعني. صحيح. فبص انت تقدر تقول سدرا ميديا انتجريتد ماركتنج هاوس او ماركتنج ايجنسي يعني. خلينا نتكلم شويه بقى عن الهيستوري. تمام. مش ناس كتير عارفه ان احنا عندنا اكتر من فرع بره مصر. فعايز اعرف منك كده احنا بدأنا ازاي ودلوقتي موجودين فين. اوكي طب انت عارف سدرا ميديا بدأت فين؟ انا كنور عارف بس ما حدش يعرف ايه. الناس مش عارفه. اوكي الناس كلها فاهمه ان سدرا ميديا بدأت في مصر، لا احنا بدأنا في السعوديه بفضل الله، تحديدا في مدينه الرياض، وعملنا شغل محترم قوي مع مؤسسات كبيره قوي هناك واصله يعني للامراء اللي هناك الحمد لله. عملنا مهرجان من اكبر المهرجانات اللي بتحصل هناك، مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل. اشتغلنا مع مؤسسات كتيره وشركات كتيره، ويمكن كل اعمال جامعه الطائف بوقف جامعه الطائف بشركات وقف جامعه الطائف الحمد لله اشتغلنا معاها. فبدايتنا كانت في السعوديه وده الخير الحمد لله. بعد كده فتحنا الفرع في مصر، وده كان برضو كرم من ربنا، لان الناس لما شافت الكواليتي اللي احنا بنقدمه ما كانتش مصدقه. خاصه احنا ابتدينا في وقت يمكن ساعه الكورونا، يمكن الناس كلها حتى الوقت ده ابتدت تفهم هي ايه اهميه الديجيتال ماركتنج. قبل الكورونا حاجه وبعد الكورونا حاجه. قبل الكورونا الناس اللي كانت فاهمه ومذاكره فاهمه اهميه الديجيتال ماركتنج وبدات فيه من بدري. انما لما الكورونا جت كله بقى عنده الوعي، كله بقى عايز يشتغل ديجيتال ماركتنج. فيمكن احنا لما بدانا فرع مصر وقت الكورونا كمان
بفضل ربنا ده ساعدنا ان احنا ناخد حجم شغل محترم، واحنا بفضل الله عشان بنتقي الله في كل تفصيله. فالمشروع اللي بناخده بيجيب لنا مشروعين واثنين وثلاثه. يمكن احنا تقريبا كل العملاء عندنا تعرف بعض، صحيح. يعني او 50% منهم صحيح. ده يعرف ده، ليه هو ده قلل ده وده جاب صح. ده وده. فكانت بدايتنا في السعوديه، رياض، ثم القاهره، مصر، ثم أستريا. احنا دلوقتي موجودين في أستريا، والحمد لله بنعمل استراتيجي محترمة هناك. بنحاول ان احنا نوصل لكل العرب المقيمين هناك اللي عندهم بيزنسز محتاجين يشتغلوا مع شركات فاهمة الثقافة بتاعتهم وفاهمة الاوبجكتيفز بتاعتهم، فهنساعدهم على ده ان شاء الله. وفي قصة نجاح بتبتدي هناك دلوقتي محترمة جدا. طيب خليني اعرف منك حته التيم بيلدينج بقى، او التيم بتاع سيدرا. عايزك تكلمني اكتر عن التيم دلوقتي، هم مين، بيعملوا ايه، الاكسبيرينس بتاعتهم، سنهم، متوسط اعمارهم، الدريمز بتاعتهم، بيشاركوك ايه. يعني عايز ادخل كده جوه المطبخ. اعتقد متوسط اعمار التيم في سيدرا ميديا تراوح ما بين 22 مثلا سنه لحد 30 سنه او ما اعتقدش حتى 30. يعني اي ثينك النسبه الاكبر لا في التصوير، جينزي، فريق التصوير، فريق آه. الميديا برودكشن في ناس فوق ال 30 وخبراتهم محترمه جدا. انما بقى لو هتتكلم عن الجرافيك ديزاينرز فهم كلهم في العشرينات. هتتكلم عن الماركتيرز اللي معانا او الشباب في الاكاونت مانجمنت برضو في العشرينات. هتتكلم عن الشباب في الويب سايت ديزاينز والحاجات دي طبعا برضو في العشرينات. فاحنا تقريبا يمكن انا العجوز الوحيد اللي موجود في سيدرا ميديا، وانا اللي عديت تقريبا ال 33. لا ايه هو مصري ورا الكاميرا. مصري ورا الكاميرا يا جماعه، بيقول لنا انا 35. في حد اكبر مني؟ فاكر اعتقد مصري اكبر حد في الشركه صح؟ لا محمد فوزي. فوزي باشمهندس محمد فوزي. شاوت اوت. لا محمد اكبر. انت اكبر من محمد حقيقي. انا مذاكر. انا مذاكر التيم. محمد اكبر من مصر اكبر من محمد. طيب بس ما يبانش عليه خالص يعني. مش مصدق. ما كنتش مصدق. مانجنج ناس سنها صغير بالذات جين زي بقى اللي انا منهم يعني. في تشالنجز بتقابلك في الموضوع ده ولا شايف الموضوع لا والله؟ بص كان في الاول لان في الاول كنت بعمل كل حاجه بنفسي. كنت بتابع كل حاجه بنفسي وكل الاقسام بنفسي. النهارده بفضل الله انت عشان تعرف تسكيل وعشان تعرف تتوسع وعشان تعرف تكبر لازم تفوض بقى الناس اللي حواليك. ولازم تدي تفويض للناس اللي انت بتثق فيها عشان تاخد الاداره دي وتكبر بيها. زي مثلا اداره الديزاين خلاص في ايد امينه مع الهيد اوف ديزاين باشمهندسه الاء. اداره الميديا برودكشن في ايد امينه مع باشمهندس محمد فوزي، باشمهندس محمود مصري. اداره الاكاونت مانجمنت في ايد فانت خلاص انت بتدي تفويض للناس عشان هم ينجحوا في الحته دي وانت تنجح اللي انت تاخدهم من الحته دي لحته اعلى والحته اعلى والحته اعلى وهكذا. بالظبط. فانا شايف الحمد لله ان احنا واصلين لحته ان الناس رقيبه على نفسها. الناس اعتقد احنا بفضل الله ربنا كرمنا بالناس اللي بتراجع ورا نفسها، اللي بتتقي ربنا في شغلها. ويمكن ده نابع من فايبس او الكوميونتي اللي موجوده. انت دخلت على كوميونتي شكلها عامل ازاي، الناس بتتعامل مع بعض ازاي، هل في عصفوره، هل ما فيش عصفوره، هل مش عارف هل في عصفوره؟ لا طبعا بقضي عليها. انت عمال تسال السؤال ده عشان لا بقضي بصطادها على طول من اول يوم. مفيش عندنا اي الكلام ده. بالنسبه لي غريب يعني انا ممكن ابقى متفهم مثلا ان المدير او صاحب الشركه او الاداري عايز يبقى فيه عصفور. مستغرب جدا الناس هي جايه عصافير. يعني في ناس بجد في ناس حصلت معايا، في ناس بتبقى جايه كده. في واحده اتعينت معانا طبعا ولا اقول اسماء ولا اي حاجه، بس قول. من تاني يوم لا طبعا من تاني يوم لقيتها جايه بتشتكي الناس طب يعني انت الاول اتعرفي عليهم، انت بتشتكي مين؟ يعني فضلت مراقبها كده اسبوع. الاتيتود بتاعها اللي هي عايزه تيجي تحكي لي مش عارف ايه عشان انا اللي ابقى ظاهر الهيرو والناس دي انا ما عنديش يا باشا المدرسه دي. وللاسف مدرسه سيئه جدا يعني. وبالفعل قلت لها شكرا وما كملتش معانا عشان كانت هتاثر على الشركه صح. كلها الناس كلها في الشركه اللي عنده ربع مشكله بيخبط على الباب صح. ودي حاجه مهمه جدا صح. وفي اي وقت ومكتبي مفتوح 24 ساعه وتليفوني مفتوح 24 ساعه. اللي عنده ربع مشكله بيخش يحلها معايا. صح. والحمد لله نادرا لما بيحصل مشاكل.
انا اشتغلت في بيئه عمل سيئه جدا زمان، وممكن يكون حد بيتفرج عليا عارف انا بتكلم عن شركه ايه، لان انا الشركات اشتغلت فيها مش ما تقول اسماء كده، لا لا عايزين اثار الجدل لا كده. لا لا وشركه ما شاء الله يعني ما شاء الله الله اكبر يعني كبيره، بس انا عشت في بيئه سواد، اقسم بربي سواد. متخيل. انا اول يوم اتعينت في الشركه اتعرفت على الناس وبتاع، اول اسبوع اكتشفت ان في عصابات، فعليا عصابه هنا، ودول بيحبوا بعض، شلل، وده دول بيحبوا لا شلل دي كلمه تتقال لو في بينهم عمار، انما دول عصابات بيضربوا في بعض، بيقطعوا في بعض. فلما اتكلم مع حد هنا حلو، الاقي حد الناحيه الثانيه زعل، فلقيت نفسي داير في ده، لازم انضم لازم ادخل عصابه يعني. عملت ايه انا بقى يا معلم؟ طلعت على اكبر راس في الشركه. انا مش بتاع الكلام ده، انا جاي اشتغل. وفضلت بالاتيتيود ده لحد ما الناس كلها احترمتني، الناس كلها بتكلمني والناس كلها بتحبني خلاص. انا يا جماعه مش جاي اخش في جروب واقعد بقى احارب الناس التانية عشان ده يعلى اكبر من ده. يا جماعه هم 30 40 سنه وطالعين لرب كريم، فننجز بقى الليله دي ونشتغل باحسان وبما يرضي الله. صحيح. عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا. فانا عشت في بيئات سيئه جدا، وقبلها قبل الشركه دي اشتغلت مع حد كان مدير، والله ثم والله كان بيدوس على وشي، يدوس على وشي يعني بكلام، بقله ادب، باسلوب، بطريقه، بشغل، بتاسكات، بس كنت صغير، كنت لسه متخرج. فاشتغلت مع ناس علموني ان انا لما شفت المدير الشاطر والمحترم، وده بقى انا قابلته ربنا يبارك لهم، اقول هنا بقى نقول اسماء، هنا بقى نقول اسماء طبعا. يعني مثلا انا اشتغلت مع استاذ خالد محي الدين صاحب مطبعه غرناطه، ده من اكتر الناس اللي انا شفتها بتتقي ربنا في شغلها وفي الناس اللي معاها، واتعلمت منه كتير جدا، اتعلمت منه حاجات انا شغال بيها دلوقتي. مستر حسام يوسف، مستر عمرو ندى، طبعا حبيبتي استاذه ليلى فريد، يعني دي كانت بقى بجد سكر وبلسم وحاجه كده قمر وكل حاجه في الدنيا. فقابلت ده وقابلت ده. فاللي احنا عملناه في سدرة ان احنا جمعنا كل الاكسبيرينس المحترمه الحلوه، زرعناها من دي 1 في سدرة، وبنزرعها في اي حد بيجي جديد. واي حاجه سيئه ما ينفع، مش هسمح انها تحصل. مش هسمح ان حد مثلا في فريق العمل يتنك على حد يركب حد يكلم حد وحش، ده يا جماعه ممنوع. لو انت هتعمل ده انت مش معانا، اركن بقى على جنب. فده بفضل الله اللي مخلي الناس كلها صاحيه من النوم حابه تيجي سدرة واحنا قاعدين اهو لحد الساعه كام؟ يعني احنا الساعه 8 وفي ناس قاعده حوالينا اهو ورا الكاميرا، في حين الساعه 6 المفروض يمشي. ذكر احمد، ذكر احمد، ذكر شباب، ذكر منى. ده اللي انا بتكلم فيه. فاهم؟ طب التيم بتاعك بيساعدك على الفيجن بتاعتك، ولا بتحس ان انت في وادي والتيم في وادي؟ والوادي ده مش شرط انه مثلا تبقى حاجه، بس هو وارد فعلا يبقى لا خالص. انت في اكسباندنج وهم في ان احنا عايزين ننجز تحت ايدينا دلوقتي. بالعكس، هي دي الفيجن اللي هو انا باكسباند وهم يعني مركزين شايفين معاك اللي انت شايفه قدام. طبعا لان انا كل فتره بنعمل اجتماعات وبعض. بص انا ما بحبش اخد قرار لوحدي، انا راجل ربنا خلقني احب استشير، دبلوماسي. احنا رايحين كذا، ايه رايك؟ تعالى نفكر، تعالى نعمل. فانا طول عمري بحب المدرسه دي. انما القرارات الفرديه احيانا ممكن تبقى صح، احيانا بتبقى غلط، بس الاحسن ان انت تبقى واخد القرار ده بناء على الشورى. صح. فامركم شورى بينكم. اي قرار هتاخده، اي خطوه عايز تاخدها، استشير، مش هتخسر حاجه. وبعدين احنا بفضل الله انت عارف ان احنا كل فتره بنجيب استشاري محترم من اهل العلم. صح. من الناس بقى يعني اللي احنا اتعلمنا منهم، دي ميزه كبيره. بيجوا يقعدوا معانا ساعه ساعتين استشارات مدفوعه، بيقولوا لنا انتوا هنا صح، انتوا هنا تمام، الامور طيبه. فدي الحاجات كمان من اللي مساعده ان سدرة ماشيه في التراك الصح. ويمكن اخر استشاره دخلناها، يعني انا قلت لعلي المحاسب عندنا انا حاسس ان انا دفعت الفلوس وما استفدتش. هو رد عليا لا محمود احنا استفدنا. قلت له احنا ما تقلناش حاجه جديده نعملها، احنا عاملينكم. قال لي ما هو ده حاجه في حد ذات تطمنك اللي انت ماشي صح، دفعت فلوس صح. عشان حد جه قال لك باشا انت ما عندكش مشاكل، امشي صح. فدي في حد ذات طبعا اقتنعت يعني. فمش هنبطل طبعا موضوع الاستشارات ده يعني. فلا احنا والتيم في مركب واحده ووادي واحد. حتى هم لما بيحسوا ان في مشكله، يمكن رحمه قاعده هي ورا الكاميرا اكاونت مانجر، يعني انا والله ثم والله احيانا بحس ان
يعني بيوصلوا الليفل كده ان هم بحس هم بيخايفين على العميل يمشي اكتر مني. صح. لان انا راجل حمقي شويه على التيم بتاعي بصراحه، لا مم. احب حد يجي على التيم عندي ولا حد يكلمه وحش ولا حد يتنطط عليه. وانت عارف صحيح. ان اللي بيتنطط علينا بنقول له شكرا باشا احنا صح. وعلى يدك صح. بنعتذر عن مشاريع عشان الناس مش عارفه مش تكومينيكيت إحنا. معانا باحترام. بالظبط. فانت يا باشا انت مش عشان دافع لي فلوس تمرمطني، لا يا باشا شكرا الله الغني عنك وعن فلوسك. الناس اللي عندي هتحترمها قبليه، هتحترم الاكونت مانجر قبليه، مش معنى كده ان احنا مثلا ما بنغلطش، لا احنا بنغلط، ممكن نطلع حاجه فيها ديزاين مستيك معين بتاع حاجات فهمت بس غلط. احنا لكن بنيجي عند مرحله مثلا حد هيزعق، حد هيقل ادبه على التيم، حد مش بتاعتنا. يعني انا اهم عندي الناس اهم من سوري يعني سوري كل الكلاينتس اللي بتشتغل معايا انتوا فوق دماغي وبحبكم، بس انا عندي التيم اهم. يعني التيم اهم من العملاء بالنسبه لي. في ناس في شركات تانية اشتغلت معاها هو العميل تيم اخر حاجه بتفكر عارف فكروا ازاي؟ عارف سواق ميكروباص بيمشي في الشارع هو شايف الناس اللي واقفه جنيهات، هات الجنيه ده خد الجنيه ده فاتنا ارجع. لا يا جماعه مش كل حاجه فلوس، مش كل حاجه فلوس، مش كل حاجه فلوس. ويمكن احنا عاملين اكسبشن لبعض الشركات شغالين معاهم بارقام مش بتاعتنا، بس عشان احنا بنحب الناس دي وحابين احترامهم وحابين ذوقهم وحابين اخلاقهم وحابين شبهنا. فيا باشا اديك عينيا صح، وهشتغل معاك باسعار اقل من اللي بشتغل بيها عشان انت راجل محترم. فاهم اقصد ايه؟ وبتنسب علينا كتير وانت الناس اللي بنقابلها نصابه يعني. خلينا نقول هو للاسف الموضوع موجود بشكل كبير يعني، بس وبشع. بس احنا بنحاول يعني زي ما قلت كده في الاول فراسه يعني هي ملهاش حاجه لا وسيستم بقى يعني بتبدا تاخد الموضوع ان سيستم واي بقى، يعني هتوصل لمرحله معينه انت خلاص في بروسيس معينه في بروسيس معينه عشان خلاص تبدا تشتغل معانا صح. فاعتقد ده احنا خلاص داخلين على المرحله دي يعني اكشن احنا فيها اكشن احنا فيها بدنا نطبق حاجات من دي. كذا اكتر مهم جدا. احنا في سيجمنت معين من الشركات بنتارجته، يعني مثلا احنا بنشتغل اس ام ايز بس، هل بنشتغل مع الشركات اللي عندها ليجاسي او هيستوري كبير؟ يعني هل في سيجمنت معين بنشتغل فيه؟ دي حاجه. وحاجه كمان عشان انا بقى في الشارع وبقابل كلاينتس كتير وكده، بالنسبه للاوفرز برايسنج الحاجات الحلوه اللي الناس بتحب تسال عنها دي. طيب رقم واحد احنا بنشتغل مع الشركات المتوسطه والشركات اس ام ايز الصغيره والكبيره شغالين مع المتوسطه. ايوه انا فاهم. شغالين برضو مع الشركات الكبيره يعني بفضل الله معانا كلاينتس من سنه 74 يعني كومبانيز بقى لها بالظبط. وبنشتغل طبعا مع ستارت ابس يكون وضعهم وحجمهم يسمح ان هم يشتغلوا معانا في فيجن ينفستوا في الحته دي، فهم عارفين رايحين لمين هيدفعوا ايه عشان هياخدوا ايه. فبرضو دي الحمد لله برضو بنشتغل معاهم. حته الاسعار خليني اقول لك ان سيدرا ميديا مش ارخص ايجنسي ولا هبقى ارخص ايجنسي ولا اغلى ايجنسي. انا اسعاري الحمد لله مناسبه جدا مقابل القيمه والجوده والمتابعه والشغل اللي احنا بنديهولك. يعني انت دايما بفضل الله لما الكلاينتس هي ليه الكلاينتس كل شويه بتطلع تعمل ريفيوز وبتتكلم علينا حلو عشان القيمه اللي بياخدها اكتر من الفلوس اللي بيدفعها. ودي دايما انا حريص في سيدرا ميديا ان احنا نعمل ده وببقى قاصد نعمل ده. انت جاي عندك اكسبكتيشنز من البروبوزال ده ب 10 اكس او هتخرج منه انت كفاليو ب 10 اكس، لا انا خليك تخرج ب 12 اكس بيه او فيمكن دي حاجه الحمد لله عندنا. بس مش احنا ارخص ناس تشتغل معاها برضو عشان تبقى وانت عارف يعني مش احنا ارخص حد، لان انا خلاص انا ليا كواليتي معين ملتزم بيه صح. ليا ورك بروسيس معينه شغال بيها، في كواليتي كنترول معين بيحصل في الحاجات دي كلها تكاليف. فانا عشان اديك حاجه ناجحه ومحترمه في الاخر فبتاخد وقت ومجهود طبيعي. فعشان كده انا مش ارخص ولا عايز ابقى اكمبيت اصلا مع الناس اللي اسعارها قليله ووضعنا يسمح بفضل الله وشغلنا يسمح. وغير كده البورتفوليو هو اللي بيتكلم دلوقتي. صح يعني صح. عايز اوفر لحد معين قول لي.
انا عايز اوفر يعني مش اوفر لحد معين. لا بص احنا البلاك فرايداي يعني انا ما اعرفش هم الشباب اقنعوني ازاي نعمل فيه اوفر، بس قلت يلا نجرب. انا مش مقتنع خلينا نشوف بجد اونستلي. انا مش هتبقى طبعا هيبقى ديسكاونت محترمه، هتبقى فرصه حلوه قوي على فكره الناس اللي هتشتغل مع سدرة وبس شايفه سدرة اسعارها غاليه، فلو قلنا اخر الشهر ده هيلاقوا اسعار محترمه جدا لفتره محدوده. بس واي نوت، خلينا نبسط الناس ان شاء الله ده يعني يرجع لينا بالنفع ان شاء الله. اتبسطت جدا بجد جدا. وانا اتبسطت جدا حبيبي يا نور. ما اعرفش يعني مستر محمود هو في الفتره دي بالنسبه لي المنتور، هو المرجعيه حبيبي. فكون ان انا بعمل معاه انترفيو كده مش اول مره يعني، احنا بنقعد يعني احنا بنتكلم كده كل يوم يعني. فان شاء الله الكلام اللي احنا اتكلمناه ينفع الناس يا رب باذن الله، ونكون خفاف على الناس بس بالزبط. كده اهم حاجه ولو معلومه 1% وصلت واستفدت بيها فده كرم من ربنا قبل اي حاجه. صحيح. واحنا يعني بنجتهد وبنعمل عليه. صحيح. هنعمل حلقات تاني ان شاء الله. خلاص يس. اتفقنا. يس حبيبي يا نور. سدرة ميديا. Make your brand shine.